شوف يا صديقي، اللي قدامك ده واحد من أشهر وأروع التماثيل في الحضارة المصرية القديمة. التمثال للملك خفرع باني الهرم التاني، وهو ابن الملك خوفو، مصنوع من حجر الديوريت، وده حجر صلب جدا ونادر. ارتفاع التمثال ده 168 سنتي. التمثال عثر عليه في معبد الوادي لهرم خفرع، هو معروض حاليا في المتحف المصري. في التمثال بيظهر الملك جالس على عرش مزخرف برموز الوحدة الوطنية بين مصر العليا والسفلى، بيرمز لهم طبعا بزهرة اللوتس ونبات البردي. بس لو اتحركنا حوالين التمثال هنلاقي موجود خلف رأس التمثال الصقر حورس، وده رمز للحماية والملكية في نفس الوقت، وكأنه يحتضن رأس الملك تأكيدا على قدسية الملك